ايه هي الجرعات الصحيحة لعلاج نقص فيتامين د عند الأطفال حالات الريكتس؟ بمنتهى البساطة هجمع لك في دقيقة الجرعات اللي موجودة في الأب تو ديت وفي النيلسون. أول بروتوكول وهو الاستوز ثيرابي، وده جرعات عالية بتتاخد في السيفير كيزز، بنديها مرة واحدة كجرعة عالية موجودة في نيلسون بالنص من 300 ألف وحدة دولية ل 600 ألف وحدة دولية. عندنا أمبول ديفارول، الأمبول الواحد فيه 200 ألف وحدة دولية. عمليا ان براكتس بندي امبول اما عضل او على نص كوبايه ميه بيتشرب مره في الاسبوع لمده 3 اسابيع، وبعد كده بكمل 6 نقط ل 8 نقط يوميا مع تعرض الطفل للشمس وهيلث اديوكيشن. وفي البروتوكول التاني وهو البروتوكول بتاع 50 ألف وحدة دولية مرة أسبوعيا لمدة 6 ل 8 أسابيع، اللي هو الطفل يشرب إزازة وربع في دروب بيشربها مرة في الأسبوع لمدة 6 ل 8 أسابيع. وعندنا الجرعة أو الطريقة التالتة، وهي اللي هي ياخد الطفل يوميا من 1000 ل 5000 وحدة دولية. عمليا بندي من قطارة ونص لقطارتين يوميا من في دروب لمدة شهرين ل3 شهور. بعد كده بنمشي الطفل على 6 ل 8 نقط من في دروب، وطبعا بتابع الحالة بتحسن الأعراض وبتابعها بالالكالاين فوسفاتيز، المفروض يبتدي ينزل.